لو عمرك ما زرت ورش الفخار في قرية تونس بالفيوم يبقى لسه ما شفتش ازاي الطين ممكن يتحول لحكاية. القرية دي كانت في يوم من الأيام مكان ريفي بسيط لحد سنة 1989 لما جت فنانة سويسرية اسمها إيفيلين بوري وقررت تبني مدرسة صغيرة لتعليم صناعة الفخار. المدرسة دي قلبت حياة القرية كلها وخلت أطفال وشباب تونس يتعلموا حرفة على أصولها، حرفة بقت سبب شهرة عالمية. أول ما تدخل ورشة من الورش المنتشرة على تلال القرية هتشوف عجلة الفخران بتلف والطين الأسوان الأصلي بيتشكل قدامك، بيتحول لإناء ثم قطعة فنية، وبعد التشكيل بيجي النقش، التلوين، التزيين بالجليز، وبعدين مرحلة الحرق في أفران بتوصل لدرجة حرارة عالية عشان القطعة تطلع متماسكة ومتلونة بلونها الحقيقي. الورش هنا مش مجرد ورش، دي مدارس مفتوحة، حرفيين زي إبراهيم سمير وعبد الستار عبد الرحمن ومحمود صابر بقى ليهم بصمة معروفة، والقرية نفسها اتحولت لمقصد سياحي وفنادق صغيرة، مطاعم ريفية، بازار مفتوح، وسوق أسبوعي لعرض منتجات الفخار، ده غير المهرجان السنوي اللي بيجمع آلاف الزوار من مصر وبره مصر. قرية تونس مش مكان، دي تجربة، واللي يزورها مرة غالبا بيرجع لها تاني.